السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بكم في تحليل لمباريات ما قبل مباريات قبل النهائي في بطولة أفريقيا في كوت ديفوار 2023. عندنا ماتشين ضرب نار. هنتكلم النهاردة عن ماتش نيجيريا وجنوب أفريقيا. نيجيريا راحت بعيد قوي في البطولة مع ان بدايتها ما كانتش قوية، بس اوسيمبين ده واوسيمين عامل شغل حلو مع سايمون. فريق في الفاست بريك بتاعه قوي سريع مش بسيط. معاهم مدرب قوي اسمه هوزيه بيسيرو البرتغالي، معروف كان درب في مصر وما بياخدش فلوس كتير، بياخد حاجة و70 ألف يورو، يعني مش 200 ألف زي حبيبنا فيتوريا. فريق قوي نيجيريا، مش زي السوبر ايجلز بتوع سنة 94، بس مقدم ماتشات حلوه وبيعلى مستواه. اكسكيوز مي. كل ما بيلعب بيعلى مستواه اكتر واكتر. جنوب افريقيا ماتش الرأس الاخضر اتمسحت فيه باستيكا لولا رونين ويليامز، فلازم جنوب افريقيا تشد حيلها شويه عن كده وما تقعدش تتدلع، عشان هم عندهم فيهم مشكله. بيلعبوا زي نفس طريقه سان داونز، ان هم في 7 اصلا او 8 من لعيبه من جنوب افريقيا من فريق سان داونز، فبيتدلعوا لما بيشوفوا الماتش سهل فبياخدوا فوق راسهم يعني. فلو لعبوا وشدوا حيلهم هيبقى الماتش جميل وقوي. طبعا انا بشجع جنوب افريقيا لموقفها السياسي مع غزة وكده، وبرضه نيجيريا فريق بنحبه قريب من قلبنا، فماتش هيبقى صعب جدا التكهن بنتيجته. انا بقول نيجيريا ممكن تفوز 1-0. لغاية دلوقتي الحمد لله 90% من توقعاتنا كانت ممتازة ومميزة، خصوصا مع توقعات المنتخب المصري. اما قلنا احنا بطة ووزة ومش هنكمل وشرحنا لكم ليه وكده. وبرضه زي ما بقول لكم البطولة رايحة في سكة افريقيا السوداء، وبلد من بلاد غرب افريقيا. ماتش هيبقى ضرب نار بين جنوب افريقيا مدربه المميز هيوجو بوس، اللي هو قبل كده فاز مع الكاميرون في 2017 ضدنا في الجابون في النهائي وخد البطولة، ضد نيجيريا وفريق هوزيه بيسيرو. السوبر ايجلز مع البافانا بافانا او منتخب الاولاد او احفاد مانديلا. يا ترى مين يفوز؟ ماتش لازم نشوفه ونتابعه، ما نقدرش ما نتفرجش عليه. اللي هيفوز منهم هيوصل للنهائي ونقول له ألف مبروك، ويمكن ياخد جايزة $7 مليون اللي هي جايزة اللي بيفوز بالبطولة. كل سنة وانتم طيبين. نشكركم لحسن المتابعة، ودايما على خير وبصحة وبأمان. أرجو تفعيل الجرس والاشتراك في القناة، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله من تحليل ماتشات كأس أفريقيا 2023. شكرا، وكل سنة وانتم طيبين. ميرسي.